¿Más equipo te gusta, Barça o Madrid, aparte del Málaga? Barça. El Barça te tira, ¿no? Te gusta, ¿no? ¿A quién es tu ídolo? ¿Jugador que más te gusta? Messi. إبراهيم دياز من نجم إسبانيا إلى عاشق القميص المنتخب الوطني المغربي. قصة إبراهيم دياز من شوارع ملقا إلى قميص الأسود. السلام عليكم أصدقاء القناة. اليوم عندنا واحد الموضوع اللي خاص ومثير بزاف، موضوع على لاعب ماشي بحال أي لاعب، لاعب كان قدامه يختار المنتخب الإسباني يعني الشهرة والراحة، أو يختار المغرب يعني الأرض الجذور والهوية، لكن في الأخير فضل القلب والروح والهوية. في هذه الحلقة غادي نهضروا على اللاعب إبراهيم دياز أو إبراهيم عبد القادر دياز، وعلى الحياة ديالو فين تزاد وكيفاش فضل المنتخب المغربي على المنتخب الإسباني، وشنو هو السبب الاختيار للاسم ديال مو يعني دياز. خليكم معايا حيت القصة عميقة بزاف ومثيرة. لكن قبل ما نبداو نتمنى الا كانت هذه اول مره كتشاهدنا وعجبك هذا المحتوى، دير معاك واحد الاشتراك وفعل زر الجرس، ودير معاك واحد جيم وخلينا شي كومونتير تحفيزي، لان رضاكم هو سر النجاح ديالنا. على بركه الله. ابراهيم دياز تزاد في مالاغا الاسبانيه سنه 1999 من اب مغربي وام اسبانيا. كبر في اسبانيا وتربى كرويا في الفريق العريق ريال مدريد، ومن بعد مشى لمانشستر سيتي كمعار، ومن بعد رجع للريال مدريد كنجم جاهز. من صغره بان عليه انه موهبه صاعده ولاعب مهاري بامتياز، وسبق ليه ولعب مع جميع الفئات السنيه للمنتخب الاسباني. وهنا غادي نطرحوا واحد السؤال اللي مهم، بما انه لعب مع المنتخب الاسباني ومع جميع الفئات العمريه، كيفاش حتى اختار المنتخب المغربي؟ هذه النقطة مهمة بزاف وجواب عليها بسيط جدا. أولا، الشخص المغربي ورغم أنه ما عاش وتربى في المغرب إلا أنه تيبقى مرتبط بالبلاد ديالو، وهذه ميزة سبحان الله كيمتاز بها الشخص المغربي أينما رحل أو ارتحل. وكافي أنه يكون مغربي وتيسري في دمه الدم المغربي. ويمكن لكم تسولوا الناس اللي كتعيش وكتربى في الغربة وهما يجاوبوكم على حب الوطن وحب الانتماء له. ثانيا، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هي اللي خدمات في صمت وباحترافية، وما كانش ضغط وما كانش كلام زايد، كان احترام، كان تواصل ذكي مع إبراهيم دياز، كان إقناع بالانتماء وحب الوطن. فوزي القجع ووليد الركراكي، هاد الشخصين المتميزين فاش كانوا كيتواصلوا مع إبراهيم دياز ما قالولوش خاصك ضروري تجي أو أمره، وإنما قالوا ليه المغرب هو بلادك وأرض الجدود ديالك والقرار الأخير تيبقى ليك. هاد الكلمات كانوا كافيين باش يحركوا المشاعر ويحركوا واحد النقطة اللي مهمة في قلب إبراهيم دياز، وهو حب الوطن. بالإضافة أنه كان كيتابع المنتخب المغربي وعاش معاه المونديال قطر، وشاف المنتخب والجمهور والإعلام كيفاش كانوا يدو حدا، وهذا الشيء حرك فيه حاجات كبيرة، وهذا الشيء اللي خلاه يقول في واحد اللحظة أنا مغربي قبل ما نكون لاعب كرة قدم. ومن ثم القرار كان تاريخي. إبراهيم دياز اختار المغرب بالقلب ماشي بالمصلحة، وأول ظهور كان إبراهيم دياز هو فاش جا للمغرب باش ياخذ الباسبور ديالو، وتما تعرف عليه الجمهور المغربي وتقرب منه أكثر، وخصوصا فاش بان أنه إنسان متواضع وطيب. هذا الشيء كله خلى الجمهور يحبوه أكثر ويحترموه بواحد الشكل اللي كبير. إبراهيم منين لبس القميص الوطني وشارك مع المنتخب الوطني في أول مقابلة ليه، بان أنه اختار المغرب عن حب ماشي عن مصلحة، وقدر يقدم واحد المردود اللي ممتاز، وبان أنه لاعب كبير وتيتميز بثقة وشخصية وجرأة، كيعرف يلعب بين الخطوط، تيعرف يمرر، كيعرف يخلق حلول وكيسجل في الأوقات الصعيبة. بان أنه لاعب ديال الماتشات الكبيرة.
وقادر على الضغط والمسؤوليه، وهذا الشيء خلى الجماهير تعشقه بسرعه. لكن هذا الشيء كله في كفه، والمستوى الكبير اللي بان به بجميع المقابلات اللي لعبهم ابراهيم دياز في كاس افريقيا اللي تنظم في المغرب كان في كفه اخرى. ومن اول مقابله الى مقابله الربع والنصف، هذه المقابلات اللي خلات جميع المغاربه مصدومين، حيت بان المعدن الحقيقي ديال ابراهيم دياز. تخيل معايا اخي المغربي، اختي المغربيه، ان النجم بحال ابراهيم دياز تيلعب مع فريق كبير بحال ريال مدريد، يعني مولف بالضغط الاعلامي والجماهيري، الا انه مع المنتخب المغربي تتحس به انه تيتاثر بشكل كبير. وهذا الشيء تيبان بعد كل هدف تيماركيه. حب الوطن احساس لا يقدر بثمن. حب ابراهيم دياز لبلادو ما كيبانش غير في الميادين، ولكن كيبان حتى التصرفات ديالو. كيحاول دائما انه يهضر بالدارجه، كيتفاعل مع الجماهير، كيشكر المغرب ديما، كيبوس القميص. ملي كيسجل كيدير احتفال خاص به. كيبان انه فرحان من القلب، ماشي احتفال مصطنع. كيحس براسو واحد من الشعب، وهذا الشيء نادر في عالم كرة القدم. بعيدا عن الاضواء، ابراهيم دياز هو واحد الانسان هادئ عائلي ومرتبط بزاف بالام ديالو ومتواضع، وهذا الشيء هو اللي تيوضح سبب اختياره للاسم ديال الام ديالو، وهو اعتراف لها بالجميل، هو الاحترام والوفاء، لان الام ديالو هي اللي عاوناته باش ينجح في هذاك الشيء اللي كيبغيه، هو انه يكون لاعب محترف في كرة القدم. وكذلك الاب ديالو عبد القادر اللي ولا مسؤول الاول عليه، وهو اللي مكلف له بكل الاعمال ديالو. هذا الشيء تعني ان حتى العلاقه ديالو مع الاب ديالو في احترام تام. ختاما، ابراهيم دياز ماشي غير لاعب كرة قدم، وانما هو قصة انتماء، هو قصة قرار شجاع، هو قصة حب بين لاعب وشعب. ودابا جا الدور ديالكم باش تقولوا لنا واش تشوفوا ابراهيم دياز هو نجم كأس افريقيا بامتياز، واش يقدر يساهم ويجيب اللقب طال انتظاره؟ كتبوا لنا الراي ديالكم في التعليق، وما تنساوش ديروا لنا واحد لايك، ديرها معك دابا الا وصلتي حتى لهاد اللحظه، دير معك واحد سبسكرايب، دعم لنا القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.